في تاريخ 2004 3/2 فجر انتحاريون من السنة أنفسهم في زوار عاشوراء في الكاظمية وبغداد وكربلاء، استشهد 271 من الشيعة وأصابت 500 شيعي. في تاريخ 2004 6/5 اختطفت جماعة الإرهابي عمر حديد من القاعدة 6 من سائقي شاحنات الشيعة وقتلوهم في جامع الحضرة المحمدية في الفلوجة، والقوى جثثهم قرب معمل الغاز. في تاريخ 2004 16 أكدت لبنان مقتل لبناني شيعي، حسين علي عليان يعمل في الاتصالات، وقتل عراقيين شيعيين من زملائه ذبحا، وقد عثر على جثثهم على حافة طريق قرب الفلوجة. في تاريخ 2004 6/12 قتل السنة وكيل الوزارة الخارجية للعراق الشيعي بسام كبة في حي الأعظمية بالقرب من مسجد العساف. في تاريخ 2004 9/24 كشفت وثيقة لأبو أنس الشامي مفتي القاعدة في العراق أن المسؤول عن قتل المرجع محمد باقر الحكيم ومعه 83 شيعيا هو الإرهابي السني ثامر مبارك الدليمي. في تاريخ 2004 10/19 نشرت وكالة فرانس بيرس نبأ العثور على 12 جثث رجال شيعة مربوطة ومكومة في منزلين في الفلوجة، حيث عثر على 6 في غرفة جلوس وعلى 6 في غرفة النوم. في تاريخ 2004 10/19 روى الكابتن آد بتانجا أنه وجد شمال الفلوجة سجنا للقاعدة. مجموعة أبو مصعب الزرقاوي وجد فيه 3 زنزانات تحتوي على جثتين محترقتين لرجلين من الشيعة. في تاريخ 2004 10/23 أظهرت قناة CNN البيوت كان الزرقاوي يستخدمها للتعذيب وتصفية الرهائن والشيعة في الفلوجة، وعلى جدرانها آثار دماء. في تاريخ 2004 10/23 أعلن الأمريكيون إنهم عثروا على رهائن شيعة ماتوا وهم معذبين بالسلاسل على الجدران في أحد بيوت الفلوجة. في تاريخ 2004 10/12 فجر تنظيم القاعدة السني مفخخة في الناصرية أدت إلى استشهاد 9 من الشيعة وجرح أكثر من 80 شيعي. في تاريخ 2004 11/16 نقلت قناة القدس العربية عن أهل الفلوجة قصصا عن إعدامات نفذتها القاعدة السنية برهائن مدنيين عراقيين شيعة وأجانب عرب. شيعة القيت جثثهم المقطعة في الشوارع. في تاريخ 2004 11/19 نشرت وكالة فرانس بيرس نبأ العثور على أكثر من 27 جثة لأشخاص شيعة أعدموا وقطعت سيقانهم وأذرعهم بعد أن احتجزهم خاطفوهم رهائن في الفلوجة. في تاريخ 2004 11/27 شيعت النجف 12 جثث شرطة شيعة من أهالي العباسية تم خطفهم وقتلهم بطريقة وحشية تضمنت الذبح والتقطيع على يد العشائر السنية في اللطيفية جنوب بغداد. في تاريخ 2004 12/12 قتلت ميليشيا القاعدة السنية الشيعي سالم اليعقوبي أمام جامع الهاشمي في الكاظمية ببغداد قرب داره في الحرية أمام أطفاله حينما كان يوصلهم. تذكر أيها المستمع، هذه ليست أرقام، هذه أرواح.